اش اخبارك؟ اول حاجه بحال ديما انا جيت نسولف فيك نشوفك كي بقيتي، وثانيا جيت نقول لك ان حياتك مشروع. سمعتيني مزيان؟ مشروع حياه، استثمار، انفستيسمون، وانتي مشروع ديال راسك، وانتي اغلى استثمار تقدري تستثمريه في راسك. وكيف ما كان هذا الاستثمار اللي بغيتي ديري في راسك، يا اما علاقه تنجحيها، يا اما مشروع مالي، يا اما مشروع حياه كيف ما كان، يا اما يقدر يكون تربوي، شي حاجه بغيتي تعلميها، شي دار بغيتي تبنيها، شي ولاد بغيتي تهلاي فيهم وتربيهم احسن تربيه. انتي المنطلق، انتي المصدر، انتي القوه تتجيبيها من الداخل، ما تتجيبيهاش من الناس وماشي من المحيط وماشي من الظروف، وتتعيشي معلقه في الظروف. انتي تتصنعي حياتك، ومشاريعنا ما تنتخلاوش عليها لان الوقت ماشي مناسب ولا الموارد ماشي مناسبه. يعني الا كان المحيط لونفيرونمون الموارد، يا اما باقا ما قريتيش، ولا باقا ما كملتيش التعليم ديالك، ولا باقي ما جاش الوقت المناسب، ولا باقا الظروف ما ملائماش، ما تنتخلاوش على مشروع حياتنا. نقدروا نأجلوه بواحد الخطه، نوجدوه، هو حنا قلنا هو مشروع، سي ان بروجي دو في. تنبداو بالفكره، ومن بعد الفكره تنديروا في هذيك الفكره واحد النيه سليمه، انني هذاك الشيء اللي بغيت ندير بغيت نزيد به القدام بواحد النيه انني نخدم مصلحتي ومصلحه الغير، وندير شي حاجه ايجابيه باش الله يكمل فيها. وثالثا تندير الحركه، لو جيست، تندير لاكسيون، تندير السبب باش الامور تمشي بالتدقيق كيف ما بغيت. وإلا ما كانش الظروف دابا ملائمه، كيف ما كان داكشي اللي في بالك ومشروع حياتك تنأجلو، وتندير واحد اون ديدلاين، تندير واحد الوقت، تنقول يا اما مدى قصير، مدى متوسط، ولا مدى طويل، ولكن بيا ولا بيك غنوصل. وتندير التوكل على الله والتسليم لله، وتندير نية حسنة، وما تنهبطش يديا، وما تنقولش الظروف، وما تلعبش دور الضحيه، انني الظروف ما ملائماش صافي غنتخلى على داكشي اللي بغيت. وانا عرفتك فهمتيني، وتهلاي ليا في راسك.